في إحساس غريب كده هيجيلك أحيانًا إنك عاوز تصلّي وخلاص، يعني إيه؟ يعني داخل تصلّي بس علشان تخلص، مش علشان تحس ولا تركّز. بس خلّيني أقول لك على حاجة مهمة، الإحساس ده مش وِحِش، بالعكس دي بداية كويسة. المشكلة الحقيقية إنك تستسلم له وتفضل طول عمرك بتصلّي وخلاص. فبُص بقى يا صديقي، الصلاة مش حركات ولا كلمات محفوظة بتتقال وخلاص، الصلاة دي لحظة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، راحة، هدوء، مراجعة للنفس. وطبيعي جدًا إنك ساعات ما تحسش بخشوع، بس مش طبيعي إنك تكمّل كده وما تحاولش تغيّر. ابدأ بحاجة بسيطة، ركّز في آية واحدة بس، كمان ادعي بدعوة واحدة من قلبك، واهدى شوية في السجود. هتفرق، والله صدّقني هتفرق. وافتكر إن الإحساس مش بييجي الأول، أنت اللي بتجيبه مع الوقت. فما تقولش أنا مش حاسس، قُل أنا هاحاول أحس، ويقينًا بالله إن أول ما هتقرّب خطوة ربنا هيقرّب لك أكتر بكتير. فالصلاة مش مجرد حركات، الصلاة لحظة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، وفرصة تطمّن قلبك، وطبعًا دي أجمل صلة. واختم بدعاء: اللهم أعِنّا على العمل الصالح وارزقنا الإخلاص في أعمالنا ووفقنا لكل خير. اللهم آمين يا رب العالمين. To такой, давай, до свидания.